عارف يا صاحبي، من يوم ما قابلتك وانت مليت خانة ما جاش حد ملاها. بوجودك بس النفس اتداوت من كل اللي غدر بيها في يوم وأذاها. بوجودك بس النفس اتفتحت للأصحاب. جيت وكأنك عوض الكامل عن كامل أشخاص كانوا باب، والباب المقفول بقى مفتوح. وبدأت استوعب فعلا قصد الكلمة ومعانيها. كلمة أصحاب فيها وفيها، والإيد اللي بتتمد عشان تسندني من أصحابي هي دي بس اللي بجد تستاهل إني أخليها. والباقي بواقي ولمة كدب، الباقي بواقي ولمة كدب. يا أخي لما الدنيا دي حلوة وزي الفل، ليه من الأول ما جمعتنيش أنا وإنت في سكة وكانت عمالة تلب؟ كان لازم يعني توريني إن الناس أنواع، كان لازم يعني تعرفني إن الدنيا دي فيها واحد شاري وواحد متباع. في صراع الدنيا دي أنا أدركت ليه بركات كان حابب مرزوق في الفيلم بتاع سلام يا صاحبي. وانت صاحبي مرزوق، انت مرزوق صاحبي يا مرزوق. منساش وقفاتك جنبي في ايها محنة ما احتاجتك، ولا هنسى ان انا حتى الان ما قابلتش واحد ممكن انا اقارنه بجدعنتك. ولا هنسى الناس لما قالوا لي ان الدنيا دي ممكن تاخد منك علشان تديك، والدنيا دي اخدت مني كتير بس استكفيت اما قابلتك. صاحبي يا مرزوق، شكرا للدنيا عشان ادتني صديق زيك، مجدع وأصيل، صادق وجميل. لو شاف الهم على كتافي بلاقيه ويايا بيجي يشيل. شكرا للدنيا، ده صاحبي الوحيد، ده صاحبي. باسم بمشي يلا روح.